أهلا بيكم في كلام إلهام. حدوث الانفصال بين أي اتنين في أي علاقة شيء وارد بيحصل كتير قوي. مش هنا خالص المشكلة لما يبقى الانفصال ده بدون سبب، ويفضل بقى طرف من الأطراف عمال يقول في إيه؟ طب إيه اللي حصل؟ وأنا عملت إيه؟ إيه اللي حصل يخليه يسيبني؟ وخصوصا بتبقى البنت، يعني هي اللي بيبقى عندها شوية قلق كده ومش عارفة إيه السبب. يعني أحيانا الراجل بيعدي مفيش مشكلة، يعني مشيت مع السلامة، لكن البنت الموضوع بيأثر فيها جامد، وبتقعد تسأل نفسها ايه الغلطة اللي انا عملتها تخليه يبعد عني بالشكل ده وبدون ابداء اي سبب. طب يا ترى المشكلة عندي؟ الحقيقة مش دايما المشكلة بتبقى عند البنت، احيانا المشكلة بتبقى عند الراجل. تعالوا مثلا اقول لكم مثال بسيط كده لمشكلة حصلت وانا كنت طرف فيها. بنت عسولة كده من معارفي، جه واحد خطبها. الواحد ده قعد معاها حوالي 5 شهور مثلا، على اعتبار ان هما بيتعرفوا على بعض، وخلاص قربنا بقى نشتري الشبكة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب. الشخص في الوقت ده اختفى وقال للبنت: انا اسف والله، احنا دماغنا مش زي بعض، احنا الاتنين مختلفين في حاجات كتير قوي، فانا شايف ان احنا ننفصل عن بعض علشان ده اسلم للطرفين. البنت بتقول ان امبارح طبعا في وقتهم، يعني في وقت العلاقة، ما كانش في اي حاجة والدنيا كانت جميلة جدا. فجأة تاني يوم الصبح لقيته بيقول لي الكلام ده. طبعا عايزة اقول لكم معاناة نفسية رهيبة مرت بيها البنت، وهي هتتجنن وعمالة تسأل انا عملت ايه عشان يعمل معايا كده.